انت حضرتك شفت المادة اليوم والبارحة؟ انا راح اجاوبك. اي تفضل. راح اجاوبك. تفضل. اما انا شخصيا لماذا اكره اسرائيل؟ العرب يكرهون اسرائيل، العرب يكرهون اسرائيل لان اسرائيل محتله اراضي عربيه. اذا اسرائيل ساعدت كردستان اقول لها شكرا لك، شكرا لنتنياهو، شكرا لحكومه اسرائيل، شكرا لارضها، لسمائها، لجوها، لبرها ولبحرها. اذا ارادت اسرائيل ان تتحالف معنا ساكون اول من يرفع العلم الاسرائيلي في قلعه اربيل وبداخل كركوك. نقول لها شكرا لك اسرائيل، ولكن اسرائيل لم تدعم الكرد. اذا شاءت اسرائيل ان تتحالف معنا عسكريا فاهلا وسهلا بها، واذا لا تتحالف نحن لسنا بانتظار اسرائيل تامرنا ان نستقل او لا نستقل. دماء شهدائنا هي التي تقع. مقاتلات حزب العمال الكردستاني. اعطيني معنى لجارتك الجمهوريه العراقيه، انطي معنى للجمهوريه العراقيه جارتك، ليش لعدين رفع العلم اذا اليوم اسرائيل ما واقفه وياكم؟ لا كان على النمط السؤال قلت اذا اسرائيل توافق ترضى التحالف ويانا. اولا كردستان حين اعلنت استقلالها لم تكن هناك دوله واحده. انا لا اعرف الشعوب الاسلاميه اين ضمائرها، اين اخلاقها، اين مبادئها، اين حقوقها. قضيه توصل الشعب الكردي، عندنا مسلمين، عندنا شيعه، عندنا خانقين كلها الشيعه يزورون الامام الحسين ويطلعون عليهم يتهمهم عملاء لاسرائيل. السياسه شيء عزيزتي اختي العزيزه والواقع شيء اخر. عندنا مسلمين يروحون يحجون ويتهموا عمال لاسرائيل. كردستان الوحيده ليست عميله لاسرائيل، كلهم عملاء لاسرائيل، ولكن اسرائيل تريد الشراكه الاستراتيجيه على اساس الكفر. نقبل بشراكتها، نقول لها شكرا لك. اذا اعتدى على كردستان نعتدي عليها، والتاريخ يشهد لنا ان الكرد هم الوحيدين اللي حرروا القدس. اللي بيه زود وهسه جاي زايد علينا خلي يتفضلون على اسرائيل، خلي يتفضلون طلقه واحده، خلي يدخلون على اسرائيل. عدد المسلمين 1.5 مليار، يجون على 5 ملايين مسلم كردي. ها والله انتم اسرائيل وانتم عمالة.